النتيجة اللي ده ايه؟ بيقعد في مصر بينسى قضية بلاده. ده بيقرر حاجة مصيبة كبيرة جدا بقى، بيقرر يدخل في حرب مع روما. ما سمعناش عنها ان واحد يحارب بلاده من اجل امرأة سقط في حبها. طبعا ده هيحصل بالفعل. اوكتافيوس هيهيج الناس ضده في روما وهيثير الناس عليه، فهتكون النتيجة الحتمية لده معركة أكتيوم البحرية. معركة أكتيوم البحرية. المكان أكتيوم على الحدود المصرية اليونانية في الطريق ما بين مصر وبلاد اليونان. الناس كلها قالت لأنطونيوس كليوباترا ما تطلعش الطلعة دي، كليوباترا تستنى في القصر، لو ظهرت معانا واحنا راكبين المراكب منظرك هيبقى فانيلا، منظرك هيبقى فانيلا يا أنطونيوس، لأن كده أنت بتحارب روما من أجل امرأة. مش هيسمع الكلام، ما يقدرش يستغنى عنها، لازم ياخد معاه كليوباترا. خدع معاه وطلع طلعه قال عايز يحارب روما. يبقى عندنا مصر بتحارب بقياده انطونيوس وكليوباترا، وروما بتحارب بقياده اوكتافيوس. طبعا لانه ما سمعش الكلام ومش مستعد للمعركه، النتيجه الحتميه هتكون ايه؟ الهزيمه. الهزيمه في اول 3 دقائق.